الله العظيم. شوف يا اخي سذاجة البني ادم، ولما يبقى عايز يفرهد نفسه بنفسه تبقى قدامك ارض بور، وكل الناس عارفه ان هي ارض بور، ده هي ذات نفسها عارفه ان هي ارض بور وراضيه وعاجبها الحال. تيجي انت بقى يا عم السوبر باورز تعيش لدور المنقذ اللي محدش طلبه منك وتفرهد نفسك على الفاضي، تقول لا انا الارض دي صعبانه عليا، انا مش هسيبها كده. انا عاجبني فيك الحنيه والطيبه والنظره الايجابيه الحالمه، بس لازم تكون ذكي، تعرف العطاء بتاعك ده بيروح فين وبيروح لمين، ما ندلدقوش كده وخلاص. ان لو حد هيزعل في اخر القصه دي فهو حضرتك. تقعد تقول له وتنصحه يقولك لا انا هفضل مع الارض دي لحد لما تقف على رجليها ويتصلح حالها وتزرع كده وتطرح وتبقى جنينه قد الدنيا. يا عم بلخيبه، بقولك بور بالعقل كده هي ارض غير صالحه للزراعه، ما فيهاش مقومات اساسا. حضرتك كل يوم صحيلي من النجمه بتنطع على ظهرك الميه عشان تسقيها، جايب عمال علشان يساعدوك، صرفت فيها دم قلبك، وقاعد لي دلوقتي ومستني عشان تطرح. مش هتطرح، مش هتطرح. بور بور. انت عارف لو سقيتها بميه افيان مش هتطرح برضه، هي مفيش منها رجا. في عندنا مقولة كده مشهورة بتقول لو كان فيه الخير ما كانش رماه الطير. قعدت انت بقى لعبت لي دور حامل حمى بقى، صح؟ ايه اللي انت عملته في نفسك؟ الارض دي استنزفتك، امتصت طاقتك ومجهودك ووقتك وعطائك وحبك. ارض البور دي بلعتك جواها، وللاسف اثرت فيك واثرت في شخصيتك واديتك شوية من القرف اللي عندها. لازم تعرف كويس قوي ان مش دورك تلعب دور المنقذ، خصوصا مع ناس مش عايزة تتغير، ناس عاجبها حالها حتى لو كان حال لا تتمناه لألد أعدائك. هم عاجبهم كده، هم مستريحين كده، هم شايفين نفسهم فوق البشر، شايفين نفسهم لا جه قبلهم ولا بعدهم. سيبهم، الناس دي تتساب كده في مكانها، تبوسهم وتحطهم جنب الحيطة. مش دورك تغير تفكيرهم، ولا دورك تفهمهم الصح من الغلط، ولا دورك تقول لهم الطريق ده آخرته وحشة، لأن هم عارفين كل ده. مفيش حد عبيط، مفيش حد اهبل، ده كل ده بيعملوه بتكتكه وتخطيط. انت بقى طلع نفسك من القصه دي خالص. انت مالك؟ تلاقي ارض بور نقف عندها نقول لا حول ولا قوه الا بالله، ناخدها عظه وعبره، نقول للعيال الصغيره كده بصوا الارض دي مش عايزين نبقى زيها، ارض ملهاش نفع، ارض الناس ما بتحبهاش، الناس بتبعد عنها، مفيش منها رجا. لكن ارض بور اوحل نفسي فيها، ده مين اللي قال كده؟ ليه بتعملوا في نفسكوا كده؟